بعد أسبوع من زلزال التاسع من أبريل، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر الثلاثاء جنوب شرق إيران. وقال المركز الإيراني للزلازل إن مركز الزلزال يقع على بعد 80 كيلومترا شمال مدينة سروان قرب الحدود مع باكستان، حيث أعلنت السلطات في إسلام آباد أن الهزة أسفرت عن 34 قتيلا ودمرت مئات المنازل جنوب غرب باكستان. الهزة الأخيرة وحسب المراقبين قرعت إجراس الإنذار من خطورة البرنامج النووي الإيراني، خصوصا مفاعل بوشهر الذي يقبع على ساحل الخليج العربي، معرضا أمن وبيئة دول المنطقة برمتها، كما كان حذر خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد السبت في الرياض مسؤولو اللجان الوطنية للطوارئ في دول المجلس. وتوجه أيضا إلى القيادة الإيرانية والمجتمع الدولي بضرورة فحص المفاعل والتأكد من مدى شروط السلامة والأمان فيه، مطالبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال فريق فني للمعاينة. وفي ظل عدم تطبيق منشاة بوشهر معاهدة الأمن النووي التي وضعت بعد كارثة تشيرنوبل لتعزيز الشفافية والسلامة، تواصل إيران انتهاكاتها لحق الجوار حتى على المستوى البيئي. نتابع. من جديد دقت الطبيعة ناقوس الخطر، موجهة إنذارها للسلطات الإيرانية بضرورة التزامها بالمعايير الدولية للأمن والسلامة في المنشآت النووية، حيث ضرب زلزال الثلاثاء بلغت قوته حوالي 8 درجات مدينة بلوشستان جنوب شرقي البلاد، عد الأكبر منذ 40 عاما في حجمه والخسائر الناجمة عنه، وأعاد للأذهان المخاطر المتوقع حدوثها في حال تأثير الزلازل على مفاعل بوشهر النووي. أعتقد أن تصميم الزلزال، تصميم المفاعل في هذا الوقت كان يعني تقادم بشكل كبير. نحن الآن نتكلم عن 30 عاما، وبالتالي احتمالات تعرض هذا المفاعل لحدوث شروخ أو نوع من أنواع العطب الشديد واردة جدا. وبينما دعت دول مجلس التعاون الخليجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المبادرة لإرسال فريق فني متخصص لمعاينة مفاعل بوشهر النووي الإيراني والوقوف على الأضرار المحتملة به، وذلك بعد الزلزال الذي أصاب المنطقة الواقع فيها الأسبوع الماضي، زعمت طهران حينها أن تصميم المفاعل يسمح له بتحمل زلازل تصل إلى 8 درجات على مقياس ريختر. الشفافية فيما يتعلق البرنامج النووي الإيراني غائبة تماما. ادعاءات الجانب الإيراني بأن هذا المفاعل يتحمل أو لا يتحمل ليس هم من يقررون ذلك، لابد أن يتم فتح المجال إلى وكالة الطاقة الذرية لإرسال مفتشيها للتأكد من هذا الموضوع. هذا يتعلق بأمن وسلامة مواطنيها ومواطني دول الجوار. يأتي ذلك في ظل تحذيرات لخبراء من المخاطر المحتملة لتسرب إشعاعي قد ينشأ عن أي زلزال شبيه بزلزال الأسبوع الماضي قد يضرب المنطقة المحيطة بمفاعل بوشهر، وتأكيدهم أن مثل هذا الحادث سيسبب تلوثا ويوقف إنتاج المياه والكهرباء في الكويت وربما في مناطق خليجية أخرى، ما دعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى دعوة طهران للانضمام إلى اتفاقية السلامة النووية وانتهاج مبدأ الشفافية التامة في برنامجها النووي. وتبقى الرسائل المتتالية التي ترسلها الطبيعة لإيران محل تجاهل من سلطاتها، وباتت تحتم على المجتمع الدولي التحلي بمسؤولياته واتخاذ ما من شأنه حماية المنطقة من أخطار باتت تهددها بين كل حين وآخر. حسن فودة لبرنامج العالم بعيون سعودية. بالتعمق أكثر في هذا المحور يستمر معنا في الرياض المحلل السياسي مستشار تحرير صحيفة الجزيرة جاسر الجاسر، من واشنطن المحلل السياسي وأستاذ الشؤون الدولية في جامعة ببردين الأمريكية الدكتور خليل جهشان، ومن القاهرة ينضم إلينا عالم الفيزياء والطاقة النووية الأستاذ في جامعة الإسكندرية الدكتور محمد النشاي. مساء الخير، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور نشاي. هزة أرضية في إيران وصفها الخبراء بأنها الأعنف منذ أكثر من 50 عاما، شعرت بها بعض دول الخليج وهي ليست المرة الأولى. يعني زلزال بمثل هذه القوة ما هي تأثيراته على البيئة في المنطقة، خصوصا مع وجود منشآت نووية إيرانية؟ يعني ما خطورة وقوع مفاعل تشيرنوبل مثلا في حزام الزلازل في المنطقة؟ مساء الخير. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الخطورة في التجارب النووية تحت الأرض كبيرة دايما، ومن أيام التجارب الأمريكانية في نيفادا، ولها تأثير طبعا على الحركة التكتونية لصواني
اللي تحت الارض واللي فيها الاخطاء اللي بيسموها فولت، ودي طبعا خطيره. واحنا نعرف طبعا المناطق الجبليه دايما مياله الى الزلازل، ونعرف ان ايران الحقيقه من الدول اللي الزلازل بتلعب فيها دور كبير جدا وخطير. اذا يزيد الطين بله لو ان المفاعل مش مبني بطريقه حديثه. وانا استغرب جدا من دوله مهما كانت هذه الدوله اللي هي يعني بتهدد دول الجوار، ووطني الحقيقه الثاني اذا ما كانش الاول المملكه العربيه السعوديه، ده يزعجني جدا لان التهديد كمان لبلدهم هم. الحقيقه انا بدعو الدعوه اللي دعت اليها دول الخليج الناضجه سياسيا وعقليا واقتصاديا، اللي دعت المنطقه كلها انها تتوقف وتمضي على معاهده عدم الانتشار، واللي اكبر الناس الخارجين عليها دوله مضت عليها هي ايران، ودوله حتى ما كلفتش روحها انها تمضي عليها وهي اسرائيل، ولا يستطيع حد ان يفتش عليها. والحقيقه طبعا انا الاخبار اللي جايه من الولايات المتحده ازعجتني جدا، واقدم تعازيه لكل الناس في الولايات المتحده. ولكن الحقيقه سياسه الولايات المتحده اللي هي لينه ضد اسرائيل هي اللي بتشجع ايران على التعدي الى هذه الدرجه الخطيره. اريد ان ابقى معك في الموضوع دكتور نشاي. يعني الان انت تحدثت، قلت في بدايه كلامك بان الخطوره في التجارب النوويه تحت الارض. ما معنى ذلك؟ يعني يمثلها البرنامج النووي الايراني كون هذه المنطقه يعني موجوده في حزام زلازل. ايران ليست المره الاولى التي تتعرض فيها لزلزال قوي، لكن المشكله في وجود مفاعلات نوويه ستؤثر بشكل كبير على المنطقه بشكل عام. أي من الواضح أنه يعني هذا الزلزال بهذا الحجم الهائل قد أثبت وجود مشكلة في هذه المنطقة. هذه المنطقة غير صالحة وغير مؤهلة لوجود مثل هذه المنشآت النووية فيها، خصوصا منشأة مثل منشأة بوشهر، وهي منشأة قديمة جدا. يعني بالرغم من ومع كل الاحترام لتصريحات المسؤول الروسي، هذه المنشأة يجب كان أن تغلق من فترة طويلة. هي منشأة قديمة جدا وغير صالحة، خصوصا في جو فيه عدم الاستقرار نتيجة تطورات طبيعية مثل هذه الهزة. فيعني لا نستطيع أن نأخذ هذه التصريحات مأخذ الجد. فالحل هو أن يكون هناك تنسيق، وأن يكون هناك استشارات بين الأطراف الدولية والطرف الروسي بالنسبة لطبيعة هذه المنشأة. نعم. خصوصا في ظل عدم تعاون إيران مع المؤسسات الدولية بهذا الخصوص، وأيضا زيادة الضغط من قبل دول الخليج التي ستتأثر حتما بأي يعني خطأ قد يحدث في المنطقة. لإجبار إيران على الانضمام إلى في الواقع اتفاقيات السلامة النووية. لم يعد لدي المزيد من الوقت. أستاذ جاسر الجاسر، هذه الهزة قرعت جرس الإنذار من خطورة البرنامج النووي الإيراني. قبلها كان هناك تصريحات من دول مجلس التعاون على لسان أمينها العام يحذر من هذه الإشكالية تحديدا. هذه الهزة شعرت بها دول الخليج، بعض الدول الخليجية، إضافة المملكة العربية السعودية، ووصلت الشعور بهذه الهزة كما يقال إلى شمال الرياض. هو في الواقع يعني أن المنطقة يعني يسمى علميا بالصفيحة الزلزالية. صفيحة إيران الزلزالية مرتبطة بالصحيفة الزلزالية الموجودة في المنطقة الخليجية، وبالتالي هذه المنطقة منطقة خطيرة جدا. اللي قبل يومين الاجتماع اللي عقد لجان الطوارئ بدول مجلس التعاون ونبهوا عليه. سبحان الله انه اتى هذا الزلزال بعد يومين من هذا التحذير. خاصة يعني نظام ايران الحالي يعني غريب ولا يعادي المجتمع الدولي وبالذات دول الجوار، الا انه ايضا يعاند حتى الحقائق الطبيعية. فالمعروف ان ايران يعني محاطة بمنطقة زلزالية جبلية، وفي مثل ولذلك فإن إنشاء مفاعل بوشهر بالذات هو إنشاء في هذه المنطقة هو خطأ فادح كثير. وحسب ما نعلم أنه أن المفاعل هذا صار له أكثر من 40 عاما، وأساليب تكنولوجية قديمة كذا، وتسلسل هذه حالات الزلازل متتالية، لا بد أن يوجد هناك شرخ وكذا. فبالتالي
إذا كان لدى إيران حسن نية أن تسمح إلى اللجنة الدولية الذرية بالتفتيش على هذا كذا وتزويد دول الجوار بمعلومات حتى تؤكد حسن نيتها وصدقها أنها ذات أخلاق إسلامية، لأن المسلم لا يهدي أخيه المسلم أيا كان كذا، وهذا إيذاء واضح. أنت متابع لهذا الملف أستاذ جاسر الجاسر. نعم. ماذا لو لا سمح الله حصل تسرب إشاعي لأي سبب في هذا المفاعل وفي غيره القريب من هذه المنطقة؟ يعني كارثة بمعنى كذا، يعني أقل المخاطر اللي يمكن أن يتصورها الإنسان هو التلوث النووي لمياه الخليج. نعرف أن مياه الخليج ذات خاصية تختلف عن دول كذا، المياه تسير عكس عقرب الساعة، يعني معناها إذا حصل تلوث عند أبو شهر أو حتى عند المنطقة هذه اللي حصلت تأتي المياه من الجنوب إلى الشمال وتأخذ الدورة، معناها أنه تحيط بكل مياه دول الخليج، وبالتالي محطات التحلية تتأثر بالإشعاع النووي والتلوث والناس تموت عطشا في خاصة الدول الخليج. إن الحمد لله احنا المملكة انه لا نعتمد اعتماد كامل على مياه محطات خليج 30% او 40% والباقي من البحر الاحمر، ولكنه خطورة لا يمكن ان نتصورها. شكرا جزيلا لك استاذ جاسر الجاسر، مستشار تحرير صحيفة الجزيرة، المحلل السياسي، كنت معنا على مدار هذه الحلقة. شكرا ايضا لضيفي من واشنطن، المحلل السياسي استاذ الشؤون الدولية في جامعة بيبرداين الامريكية الدكتور خليل جاشان، ومن القاهرة عالم الفيزياء والطاقة النووية الأستاذ في جامعة الإسكندرية الدكتور محمد النشائي. انتهت حلقة هذا اليوم، موعدنا الأربعاء. السلام عليكم.